السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة اكلة بسيطة في مطبخي وفيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان اي وصفة جديدة انا بنزلها توصل لكم على طول. هنعمل بقى النهاردة مع بعض ان شاء الله غدا كده مميز ولذيذ وهيعجبكم جدا. كذا طريقة كده بس ان شاء الله تعجبكم وهتجربوها وهتقولوا لي طلع رأيكم فيها ايه. لو عندك بقى اوراق او صدور دجاج حسب اللي بتحبيه، لازم تكون مخليه من الجلد والعظم ومقطعاه قطع مكعبات بالشكل ده. يلا بينا على التتبيله. اول حاجه هنحطها الملح والفلفل الاسود وبهارات فراخ وبصل بودره وتوم بودره وبابريكا، معلقه من معجون الصلصه. تمام. وهنحط كمان كده توم مفروم، حوالي فصين كده من التوم المفروم، ومعلقه كبيره من المستردة. وهنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض بالشكل دوت. تمام. وهنحط كمان نص كوبايه من الزبادي. اخر حاجه هنضيفها وهي معلقتين من دبس الرمان. هنقلب بقى التتبيله الخطيره دي مع قطع الفراخ وهسيبها بقى في التلاجة. لو مستعجله يبقى ربع ساعه، لو مش مستعجله يبقى الافضل ليله كامله. تمام. جبت حلة على النار وحطيت فيها زيت، واول ما يسخن هنزل بقطع الفراخ، واول ما هتاخد لون كده معايا هبدأ اغطي عليها وهخلي النار متوسطة وهسيبها تستوي. شايفين الصوص بتاعها؟ طبعا خطير وجميل جدا. كل شوية نقلبها ونشوف الدنيا معاه ايه. هنحط بقى عليها فلفل اخضر والوان كده بالشكل ده. تمام. وهنقلبه معاها وكده تكون خلصت معايا. يلا بينا على الوصفة التانية. هنعمل بقى مع بعض الكفتة بصوص جديد ومختلف. معايا نص لحمة مفرومة، هحط عليها بصلة كبيرة معصورة. لكل نص كيلو لحمة هنحط بصلة كبيرة معصورة. ليه بنعصرها؟ عشان المية ممكن تفكها وانت شغالة. تمام كده. هنضيف بقى كده عليها شوية من البقدونس. البهارات بقى هنحط بهارات كفتة. لو مش متاحة عندك هتحطي بدلها 7 بهارات. ملح وفلفل اسود، توم بودرة، بصل بودرة، وبابريكا. تمام. دي البهارات اللي احنا حطيناها. هندعكهم بقى كده كلهم مع بعض. واخر حاجة هحطها وهي معلقة من الزبدة. تمام. هلمها بقى بالشكل ده وهنصبعها بقى اي حجم انت عايزاه. شايفين بصبعها ازاي؟ سهلة جدا، مش هتفك منك خالص، وبتكون بالشكل ده. لازم تعصري مية البصل. مش قادرة اوصف لكم ريحتها، تحفة. شايفين الشكل بتاعها؟ بيتكلم عن نفسه. يلا بينا على الطاسة بتاعتنا. جبت طاسة حطيت فيها شوية من الزيت، واول ما يسخن هشوح الكفتة. هتاخد كده معايا لون ذهبي، وطبعا لازم نعملها على اعلى درجة حرارة عشان لو وطيت النار هتنزل ميتها وهتفك مني. بصوا، اول ما بتاخد لون كده بقلبها على الناحية التانية، وزي ما قلتلكوا لازم النار تكون عالية. اخدت معايا كده خلاص اللون الذهبي. هبدأ اطلعها بقى في الطبق، وفي نفس الطاسة هعمل الصوص. هحط كده حوالي 3 فصوص من الثوم، هشوحهم كده تشويحة بسيطة، وهنزل بمعلقة كبيرة من معجون الصلصة، وبرضه هشوحه كده مع الثوم شوية. اول ما ريحتهم تطلع هنزل بالفلفل الالوان والاخضر. شوح كل ده مع بعض. حط بقى طماطم مبشورة، حوالي كده طماطمايه كبيرة مبشورة، ومية البصل اللي احنا صفيناها في الاول. مش انا قلت لكم لازم تعصروا مية البصل؟ انا عصرتها واستعملتها اهو في الصوص بتاعي. وهحط بقى ملح وفلفل اسود. واخر حاجة هنزل بيها وهي دبس الرمان. لو ما عندكيش دبس رمان ممكن تحطي معلقة من العسل الاسود وعصرة ليمونة، هيديكي نفس الطعم بالظبط. هسيب بقى كده الصوص يتسبك معايا شوية، وهنزل بالكفتة واقلبها مع الصوص. شايفين بقى جمالها؟ كده بقت جاهزة معايا. ايه رأيكم؟ وصفة بسيطة وسهلة ومختلفة وسريعة.
ممكن بقى تاكليها بالعيش البلدي او الرز بالشعرية او المكرونة، بس احنا هنعمل معاها مكرونة. سليق المكرونة للبنات اللي ما بتعرفش، حطيت مية اول ما غلت نزلت بالمكرونة وحطيت معلقة من الزيت والملح، تمام، وهسيبها تستوي، هتقعد معايا حوالي 10 دقايق. يلا بينا بقى على الصوص بتاع المكرونة. جبت حلة حطيت فيها زيت ونزلت اول حاجة بالبصل المتقطع، بسيبها بقى لحد ما تاخد اللون اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، وبعدين بنزل عليها فصين من الثوم المفرومين. بصوا اللون اللي هتوصل له هو ده اللون اللي انا عايزاه. بنزل بقى بالفلفل الالوان والاخضر، واول بقى ما ريحتهم الحلوه تطلع هنزل على طول بالصلصه، هقلبها كده معاهم، وبعدين هحط طماطمايه كبيره مبشوره. حطيت بقى شويه من الفلفل الاسود والملح، وهحط اخر حاجه معلقه كبيره من الصويا صوص، وهحط لها شويه من الميه وهسيبها تتسبك. كده بقى اتسبكت معايا، ودي المكرونه بتاعتي خلاص كده اتسلقت. شايفين الشكل بتاعها؟ طبعا اول ما بتتسلق بشطفها وبعدين بنزلها على الصلصه على طول. الصوص بقى الخطير ده لازم تجربوه بجد، طعمها بيكون خطير جدا وبتعجب الاطفال والكبار كمان. لو جربتيها مش هتعملي غيرها بعد كده. يا رب يكون الاطباق اللي احنا عملناها النهارده مع بعض تكون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله، وتقولوا لي طلعت معاكم عامله ازاي. قبل ما تطلعي من الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس، ولو احتجتوا اي وصفه تانية ابعتوها لي في الكومنتات وانا هعملها لكم على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد.